الفيديو ده بالذات طالبة منكم تعملوا منشن لكل حد بيصنع سلكات حديد سواء في مصر أو في الدول العربية، لأنها فعلا معمولة باحترافية وكل تفصيلة فيها تشد انتباهك. من أول الباب اللي معمول واسع بعكس البيبان اللي احنا بنشوفها في السلكات المتداولة، للجزء اللي في النص وهي متجزأة ل3 أجزاء، سلاكة يمين وسلاكة شمال، والجزء اللي هو فتحه ده بيتحط فيه الأكل والمية. يعني القص اللي على اليمين يقدر ياكل والقص اللي على الشمال يقدر ياكل، والأكالة ديت معمولة في النص، يعني مفيش زبلة هيقع عليها. هنيجي بقى لتفصيلة الأدراج اللي هي بالأخضر ديت، معمولة بالبلاستيك عشان تسهل عملية النظافة، ومع وجود عجل من تحت عشان سهولة الحركة ورفعت منسوب السلاكة عن الأرض، دي برضو كويسة جدا. وياريت اللي بينفذ الشغل ده